هتصلي امتى؟ السؤال ده سمعته كم مرة؟ بس عمرك جاوبت عليه بجد؟ كل مرة بنقول لما أفضى، لما أرتب حياتي، بس عمرك سألت نفسك؟ هو أنا ضامن أصلاً اللحظة الجاية؟ إحنا بقينا بنأجل الصلاة مش علشان مش عايزين نصلي، بس علشان شايفين إن في حاجات أهم. شغل، موبايل، وصحاب، مسلسل، الأذان بيأذن وإحنا بنقول استنى شوية. الغريبة بقى إننا بنأجل الحاجة الوحيدة اللي ممكن تنقذنا. خليني أحكي لك موقف. كان في شاب عادي جدا زيي وزيك، كل ما يسمع الأذان يقول مش دلوقتي، بعدين. وفي يوم كان ماشي في الشارع وسمع الأذان، بس المرة دي كانت مختلفة. ناس متجمعة، زحمة، صوت عالي، حد يجيب إسعاف. بص على الأرض، شاف شاب واقع، مفيش حركة. قرب أكتر واتصدم. الشاب ده كان لسه واقف معاه من شوية، كان بيضحك وكان عايش حياته عادي. وفجأة خلاص. وساعتها افتكر جملة كان بيقول لها كل يوم: هصلي بعدين. بس المرة دي مفيش بعدين. اللحظة دي خلته يسأل نفسه بجد: أنا مستني إيه؟ إيه اللي ضامن لي عمري؟ ليه الصلاة دايماً في آخر القائمة؟ ربنا مش مستنيك تبقى بيرفكت، مش مستنيك تبطل كل الذنوب. ربنا بس عايزك تيجي. يمكن الفيديو ده هو الفرصة، مش بكرة، مش بعدين. قوم اتوضى وصلي، علشان في ناس كانت بتقول هصلي بعدين وملحقتش.